السلام عليكم. تحت شعار انا صارف كتير يا بيه، انت جاي تعمل ايه؟ كان نفسي المنتخب القطري النهارده يقول كده للمنتخب الاكوادوري في اولى مباريات واسهل مباريات كاس العالم، مباراه الافتتاح النهارده، ولكن للاسف كانت مباراه من جانب واحد وهو المنتخب الاكوادوري. خسر المنتخب القطري 2-0 في مستهل مشواره في كاس العالم. عاوز تعرف خسر ليه؟ هقول لك ازاي المنتخب الاكوادوري تفوق. اربط حزامك وحصل، وما تنساش تنزل تخبط كل الزرار اللي تحت، لايك وشير واشتراك في القناة، عشان هتشوف هنا وتسمع اللي عمرك ما شفته. المنتخب القطري النهارده خسر 2-0 في مباراة لا تليق بالمنتخب القطري. بمنتهى الأمانة قطر عندها كتير. النهارده قطر ما قدمتش أي حاجة، كان وان سايد جيم. المنتخب الإكوادوري تفوق على نفسه. بمنتهى الأمانة مستحيل يكون المنتخب القطري ذاكر المنتخب الاكوادوري. النهارده عاوز اقول لك ان قطر عملت كل حاجه الا انها ذاكرت المنتخب الاكوادوري. منتخب الاكوادور منتخب قوي، حذرنا منه، عنده لعيبه كتير بتلعب في اوروبا، عنده اينر فالنسيا، يعني عايز اقول لك يعني انسان رهيب. بني ادم مش طبيعي، بيخوفوا بيه الاطفال هناك في الاكوادور. لازم انت كمدرب زي فيليكس سانشيز، راجل معاهم بقاله اكتر من 5 سنين، لازم يكون عارف اللعيبه بتاعته، لازم يكون ليه تدخل في المباراه. طيب تعالوا نتكلم، ندي للمنتخب الاكوادوري حقه. بمنتهى الامانه المدرب الفارو، يعني عاوز اقول لك ان هو دخل المباراه بجديه من اول اللقاء، مذاكر المنتخب القطري كويس جدا جدا، بيلعب بطريقه متوازنه 4-4-2، عامل هاي بريسنج من اول دقيقه، بيضغط على المنتخب القطري في عقر داره. وده اللي خلى فيه ارتباك شويه من حارس المرمى، وخلى فيه ارتباك شويه من خط الظهر بتاع المنتخب القطري. بصراحه قطر ما دخلتش في المباراه ولا الشوط الاول ولا الشوط الثاني. اعتمد النهارده على إيلان فالنسيا، وبيجي من تحتهم بلاتا، بيجي استرادا، بلا يعني في اكتر من لاعب في المنتخب الاكوادوري، لا لعيبه هايله، لعيبه بتلعب عندهم عقليه احترافيه، داخلين في المباراه من قبل ما المباراه تبدا. على النقيض بقى لو هنتكلم على المنتخب القطري، المنتخب القطري عنده مجموعه لعيبه كويسه، واتكلمنا في كل كبيره وصغيره بالنسبه للمنتخب القطري، ولكن النهارده فعلا ما كانوش مركزين. حارس المرمى يعني تدخلاته كلها في المباراه كانت غلط. الجون الاولاني التسلل منه، ضربه الجزاء بسببه. عندك كمان خط الظهر ما كانش مركز جدا، رغم من فيليكس سانشيز بادئ بكمان طريقه 3-5-2 او 5-3-2، يعني المفروض ان انت خط الظهر بتاعك يكون واقف صح، ولكن كل كوره النهارده على المنتخب القطري خطر، خاصه الكور الثابته، خاصه لو في كروس باس، في تمركز خاطئ. حتى وسط الملعب لو هنتكلم على ابو ضياف، لو هنتكلم على اكرم عفيف، لو هنتكلم على حتى يعني الناس اللي بتعرف تدافع، النهارده ما كانش في تدخل، الالتحام ضعيف. كل حاجه النهارده في المنتخب القطري بمنتهى الامانه ما كانتش كويسه. لما يجي الشوط الثاني ويتدخل المدرب ويعمل تغييرات زي مونتاري زي وعد، برضو الموضوع ما كانش في يعني زيه زي غيره، وزي الشوط الاول زي الشوط الثاني ما كانش فيه تجميد للعب. انت شايف ان المنتخب الاكوادوري داخل في المباراه قوي سريع شرس، انت ما ينفعش تجاريه كمان. الكوره علم، الكوره مش ان انا بدخل على النت هجيب شويه كلام واقول لك، لا دي قرايه ماتش. المفروض ان في مدرب لتحليل الاداء، المفروض يكون في يقظه، والمفروض ان انا متفرج على مباراه واثنين وثلاثه وعارف قد ايه ان عندهم يعني مهاجم. انا شايف ان هو رغم ان هو عنده 33 سنه، رغم ان هو بيلعب في نار بخشة دلوقتي، لكن ان هو كمان قوي وسريع وبيعرف يخطف، لازم العب عليه. الناس اللي بتيجي من تحت زي بلاتا زي استرادا، وسط ملعب بيلعب بشراسه، ما تدخلش معاهم في التحامات، العب من بعيد. السكند بول الكره الثانيه كلها للمنتخب الاكوادوري. بمنتهى الامانه الكلام النهارده فني كتير قوي، ولكن انا مش عايز اتكلم فني كتير لان كل الناس بتتكلم فني. انا عاوز اتكلم على المنتخب القطري، ان اي بطوله مجمعه، وخاصه لما تكون عندك على ارضك وسط جمهورك، احنا اتفقنا ان المباراه الاولى مهمه جدا. انا شايف النهارده من اسهل المباريات في المجموعه كلها، لان انت بعد كده هتقابل السنغال، بعد كده هتقابل هولندا، ولكن خلينا على اتفاقنا ان دي كوره. العرق والتعب في ال90 دقيقة هم اللي يجيبوا لك النتيجة والأداء. عاوز أقول إن إحنا عندنا مباراتين، مش بلاش نيأس، إحنا عاملين حفلة، عاملين بطولة على أعلى مستوى، الناس مستنية المنتخب القطري. أنت النهاردة ما ظهرتش بمستوى كويس،
كل اللعيبه النهارده خارج نطاق الخدمه، ولكن لسه قدامك فرصه ودي كوره. اتمنى ان احنا نشوف المنتخب القطري في مباراه السنغال ومباراه هولندا في ثوب جديد، ويرجع لذكرياته تاني، ويرجع الكره الجميله اللي على الارض، وان شاء الله يكون نسب الصعود برضو ما تروحش قوي. حلقتنا النهارده خلصت، ما كانش فيها كلام كتير عشان بصراحه ما كانش فيها فنيات كتير ومباراه دون المستوى خاصه من المنتخب القطري، ولكن انا عاوزك تصحصح معايا عشان من بكره في هولندا، في السنغال، في امريكا، في ايران، في ويلز، يعني في معمعه. خلاص الحرب الكرويه بدات. عاوزك تنزل كل الزرار اللي تحت دوس عليها، اشترك، شير، اشترك في القناه مره واثنين وثلاثه. عايزك تصيطني عشان من بكره هنتكلم فني، واكيد في مباريات كتير هنستمتع بيها. انا محمد شعبان واشوفكم على خير.